لو شفت الحلقة الأولى فأنت دلوقتي بدأت أول خطوة في تعليم الكمبيوتر. السلام عليكم، إيه الأخبار؟ هنبدأ النهاردة الحلقة التانية من كورس اي سي دي وهنتعمق أكتر في الويندوز. والحاجة المهمة في الفيديو أو في الفيديوهات اللي جاية والفيديوهات اللي فاتت إن أنت تطبق على كل حاجة بناخدها أول بأول في الفيديو. وطبعا مش هوصيك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره علشان غيرك يستفيد. ويلا بينا نبدأ في الحلقة. النهاردة هنتكلم عن انتي فيروس، يعني برنامج لإزالة أو حذف الفيروسات. طبعا أي برنامج انتي فيروس كويس، يعني مثلا افيرا، أي برنامج فيروس كويس وكلهم بيعملوا نفس الوظيفة. الفرق ما بينهم مثلا أنت بتعرف تستخدم أو مرتاح للبرنامج ده أو فاهمه، ومثلا البرنامج ده أخف من البرنامج التاني وهكذا، لكن كلهم بيعملوا نفس الموضوع عادي، بيعملوا سكان. النهارده بقى هنعرف مع بعض ازاي ان احنا نحمل برنامج من على النت، وازاي ان احنا نثبته، وازاي ان احنا نعمل سكان على اي حاجه عندنا. طبعا هنخش على جوجل وهنبدا ان احنا نحمل البرنامج. خد بالك برضو ان انت لما تيجي تحمل برنامج يفضل او الافضل ان انت تبقى شاري البرنامج ده، يبقى مدفوع علشان يتجنب اي مشاكل فيه ويقدر ان هو يعمل لك سكان وما تواجهش اي مشاكل بعد كده. فالافضل طبعا ان انت تشتري النسخه البرو علشان يبدا ان هو بقى يديك مميزات وحاجات زي كده. طبعا في نسخه مجانيه هنحملها وتقدر برضو تستخدمها، بس هتبقى مميزاتها بسيطه جدا. البرنامج بقى اللي هنستخدمه النهارده يعني انا بفضله عن البرامج، بحس ان هو خفيف عن بقيه البرامج. والميزه التانيه برضو في البرنامج اللي احنا هنستخدمه النهارده ان هو بيبدا ان هو يشوف الملفات اللي عليها فيروس ويبدا ان هو يصلحها ويرجع يشغلها تاني. ممكن مثلا عكس البرامج التانية إن هي أمّا بتعمل scan بتروح عاملة delete على طول أو بتحذف الملفات دي على طول. فده الفرق بينه مثلًا وبين البرامج التانية، إن هو خفيف شوية وبيصلّح الملفات اللي فيها مشاكل. أول حاجة هنستخدمها جوجل، وكمان نقدر إن إحنا نستخدم برامج تانية للتصفح، زي مثلًا برنامج مايكروسوفت إيدج، زي ده كده بينزل مع النسخة برضه، تقدر إن أنت تخش أو تتصفح من عليه، نفس الفكرة بتاعة جوجل، زي مثلًا متصفح فايرفوكس. في متصفحات كتير إن أنت تقدر تخش على النت، دي بتبقى وسيلة إن هي بتدخّلك على الإنترنت. طبعًا أشهرهم أو معظم الناس بتبقى عارفة برنامج جوجل. أول حاجة بقى نعملها نيجي نخش على جوجل بالشكل ده، وهنبدأ نكتب في البحث هنا أو في البحث فوق، وهنبدأ نبحث عن إيه، مثلًا download بالشكل ده، واكتب اسم أي برنامج أنا محتاج إن أنا أحمّله، سواء بقى برنامج فيروس مايكروسوفت أوفيس زي الإكسل زي الوورد، أي برنامج أنا محتاجه باكتب كلمة download وبعديها اسم البرنامج. أنا مثلًا هاكتب total 360، هو بدأ يظهر معايا زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده download total 360 for PC، أو إن أنا ممكن أكتب 360 واضغط على enter، هيبدأ إن هو يجيب لي البرنامج على طول زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده أهو. جاب لي أول اسم للبرنامج أو أول موقع للبرنامج. ممكن برضه تبحث بطريقة تانية، لو رجعنا تاني كده ممكن لو أنت مثلًا الإنجليزي معاك هيبقى صعب، ممكن تكتب بقى إيه بالعربي، ممكن تقول له تحميل برنامج أو تكتب اسم البرنامج total 360 وتقول له enter، هيبدأ إن هو برضه يجيب لك اسم البرنامج أو هيجيب لك موقع البرنامج زي ما إحنا شايفين قدامنا. نبدأ بقى نخش على أول موقع زي ما إحنا شايفين كده، ده الموقع الرسمي بتاع البرنامج. هنقدر إن إحنا نحمله من الموقع الرسمي، وكمان نقدر نحمله من أي موقع تاني، وهاقول لك على الطريقتين. هاجي إن أنا أخش على الموقع الرسمي بتاع البرنامج، مثلًا الموقع ده، وبرضه ممكن نحمّله من الموقع ده عشان نعرف طريقتين لتحميل البرنامج. أول حاجة ده الموقع الرسمي، جاب لي الشكل ده وجاب لي إيه free download، ده على طول إيه أول ما دخلت قال لي إيه هتحمّل البرنامج، فمن غير أي إعلانات ولا أي حاجة. فلو ضغطت عليه ضغطة بالشكل ده هيبدأ إن هو يقول لي download، وهيبدأ إن هو إيه يحمّل لي البرنامج دي طريقة سهلة والموقع سهل. إزاي إن أنا أحمّله بطريقة تانية؟ هنيجي مثلًا عند الموقع اللي إحنا قُلنا إيه هنحمّل من عليه، زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده، أقول له احصل على أحدث نسخة، ممكن تلاقيها تحميل، ممكن تلاقيها download، المهم إن هي دي. أضغط عليها ضغطة بالشكل ده زي ما إحنا شايفين قدّامنا، لأ قال لي إيه فين التحميل، لو نزلت تحت شوية كمان هيقول لي إيه جاري التنزيل. بدأ يحمّل شوية يقول لي إيه تنزيل، أضغط عليها ضغطة برضه تانية علشان يبدأ إن هو يحمّل، هيقعد معايا يحمّل شوية، بعد كده يقول لي إيه
الداونلود. زي ما احنا شايفين كده هو بدأ ان هو يحمل البرنامج كده. دي طريقتين. نرجع بقى للموقع التاني اللي هو الرسم. طبعا احنا محتاجين نسخة مجانية من غير الفلوس، مش عايزين اللي هي البرو. لو رجعنا كده هيقول لك ان هي جيت بريميوم، دي بفلوس طبعا ودي فري داونلود. احنا بقى هنختار النسخة اللي هي اوف لاين، فهضغط عليها ضغطة بالشكل ده، هيبدأ ان هو يفتح معايا الموقع وهيحمل معايا البرنامج. هنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هنستنى لحد لما يحمل. زي ما شفنا كده البرنامج حمل، هنبدأ ان احنا نضغط عليه ضغطة بالشكل ده، هيبدأ يتثبت. هيظهر معانا قائمة فيها يس وقائمة فيها ايه، نو. فهنضغط طبعا على يس ونخرج بره كده على الديسكتوب. بص هيظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا هتلاقي اللغة، لو في مثلا لغة عربية اختارها، مفيش بيبقى انجلش الافضل طبعا. ونبدأ نقول له بقى ايه، انستول. اضغط على كلمة انستول، هيبدأ ان هو ايه، يثبت معانا البرنامج او يحمل معانا البرنامج على الجهاز. زي ما احنا شايفين كده البرنامج اتثبت معايا وظهر معايا بالواجهة اللي احنا شايفينها دي. زي ما احنا شايفين كده الموضوع مش محتاج انت علشان تعمل سكان بقى للكمبيوتر بتيجي تضغط على ايه، تشيك ناو. اول ما بتضغط عليها، تعالى كده نجرب نضغط عليها، هيبدأ ان هو يعمل لك سكان على كل الهارد او على الكمبيوتر بتاعك كله. لو في فيروس هنحذفه، لو في ملف بايظ يبدأ ان احنا ايه، نصلحه. زي ما احنا شايفين كده هيبدأ يعمل سكان على السيستم كله. انا عندي الفيروس بيجي من ايه، او انا يعني ايه اللي يخلي الفيروس يدخل عندي او ازاي؟ زي مثلا فلاشة خارجية انت بتبدأ توصلها بالجهاز ده ممكن يبقى عليها فيروس. زي مثلا اي حاجة تخزين زي هارد خارجي او اي حاجة بتوصلها بالجهاز بيبقى عليها فيروس. موبايل مثلا، ان انت ممكن تيجي، ومعظمنا بنعمل كده، ان انت بتوصل الموبايل بالكمبيوتر وتاخد الحاجات اللي هنا وتنقل العكس، فده برضو ممكن يكون عليه فيروس. مثلا جات لك رسالة على الواتساب او ملف على الواتساب، ملف على الايميل، حملت اي حاجة من على النت من مواقع مجهولة محدش عارف عنها حاجة، ممكن تكون فيروس. فدي اسباب ممكن ان هي تدخل لك فيروس. زي مثلا اللينكات اللي كلنا بنشوفها، لا اضغط هنا علشان مثلا تاخد هدية، شير مش عارف إيه عشان تاخد هدية. الحاجات دي كلها ممكن اصلا تبقى فيروس. فدي الاسباب اللي ممكن تدخل لك فيروس على الكمبيوتر. هنيجي بقى نتعلم الحاجة اللي بعد كده، وهي إدارة الملفات. وأول حاجة نتعلمها، هنيجي نضغط كده مثلا كليك يمين على الشاشة اللي هي كليك رايت، اللي هي كليك يمين، وهنيجي عند حاجة اسمها نيو بالشكل ده. بص ظهر معانا ايه، كلمة نيو. نيو دي بقى يعني ايه، يعني جديد. يعني انا مثلا هنزل فولدر او مجلد جديد. زي ما احنا شايفين هضغط كده على كلمة فولدر، هيبدأ يظهر معايا ايه، شكل الفايل ده او الملف ده. نبدأ نسميه اي حاجة. طبعا هنسمي الحاجة اللي هتدل على المحتوى اللي جواه، وليكن مثلا احنا هنسميه تيست. تاني حاجة هنتعلمها بقى مع بعض، هنيجي كده عند الملف ده نضغط كليك يمين، هيظهر معانا حاجتين، حاجة اسمها كوبي وحاجة اسمها كات. هنتعلمهم الاتنين. كات دي يعني اللي هي قص، ان انا هاخد الملف من مكانه واحطه في مكان تاني خالص. وكوبي زي ما احنا شايفين هاخد منها نسخة احطها في مكان تاني. تعال نجرب كده كوبي. هضغط عليها وهخش على الملف ده، هصغره بس شوية كده عشان نبدأ يظهر معانا اهو. نصغره شوية زي ما احنا شايفين قدامنا كده، صغرناه. ده الملف اللي احنا خدنا منه كوبي. هاجي هنا كليك يمين واقول له بيست اللي هي لصق. هضغط عليه ضغطة، بص خد نسخة من الملف. الملف موجود زي ما هو. طب انا عايز اخد مثلا، انا همسح دي، هضغط كليك يمين وهاجي عند ديليت اهي زي ما احنا شايفين قدامنا. هضغط على كلمة ديليت دي كده هيبدأ يمسحها لي. تعال نجرب كات. كليك يمين على الملف بره واقول له كات، واجي هنا اقول له كليك يمين بيست لصق. بص كده خد الملف من هنا حطه هنا على طول من غير ما يسيب نسخة في سطح المكتب او الديسكتوب. في طريقة تانية برضو ممكن ان انا انقل بيها. تعالى كده نرجع الملف ده مكانه. هسحب كده الفايل ده كده احطه مكانه على الشاشة. بص كده اتسحب مكانه، واقدر ان انا اسحبه برضو واحطه هنا زي ما احنا شايفين، واقول له سكيب، هيبدأ ان هو يرجع مكانه. وفي طريقة تانية، تعالى كده نخرجه بره سطح المكتب ونقفل الفولدر ده، واجي هنا اخده بقى، سواء هاخده كوبي او هاخده كات. فمثلا خلينا كده في الكوبي، وهاجي اضغط كليك يمين على الفولدر واختار كلمة بيست أو لصق، أضغط عليها ضغطة. بص كده الملف جوه لو دخلنا هنلاقيه موجود. برضو دي طريقة تقدر تنقل بيها. الموضوع سهل ما فيهوش أي مشكلة. تعالى كده بقى نمسح الملف اللي جوه برضو تاني. احنا عرفنا إن احنا بنضغط كليك يمين وبنقول له ديليت. طب الحاجات دي راحت فين، أو الملف ده راح فين؟ عشان يعني عاوز اوصل له تاني، هتلاقيه في ريسايكل بين اللي هي سلة المهملات. لو ضغطت عليها كده هتلاقي كل حاجة انت بتمسحها بتيجي هنا زي ما احنا شايفين كده. طيب انا عايز اطيرها خالص من على الهارد، يعني انا مش عايزها اصلا، هتاخد مساحة على الفاضي. فهاجي كده اضغط كليك يمين واختار زي ما احنا شايفين، اختار امتي ريسايكل بين. هضغط عليها ضغطة واقول له يس.
لو ضغطت كده يبدأ ان هو يفرمطها خالص ويمسحها من على الهارد، مش هتلاقيها موجودة تاني. كده لو ضغطت كليك يمين او رايت كليك خدنا طبعا الكات والكوبي والبيست. تعالى بقى وخدنا الديليت، تعالى عند الرينيم دي ان انت بتغير اسم الملف. اضغط عليها ضغطة يبدأ يفتح لك حاجة زي كده اهو، زي ما احنا شايفين. تقدر بقى تغير اسم الملف زي ما انت عايز بالشكل ده اهو، وتقدر ان انت تغير اي اسم ملف مفيش اي مشكله. تعالى كده برضو ناخد حاجه كمان، تعالى ندخل الملف ده هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا، ونخش جوه الفولدر ونعمل ديليت. وتعالى نضغط كليك يمين هنا في الملف الفاضي ده. بص ظهر معايا ايه؟ ظهر معايا كلمه جديده ما بتظهرش، بتبقى متغيره، اللي هي اندو، اللي هي اختصارها كنترول زد. طب لو ضغطت عليها ايه اللي هيحصل؟ ده هنا بيقول لك اخر خطوه انت عملتها ديليت، يعني ارجع عنها. يعني لو ضغطت عليها كده يبدا يرجع لي الملف مره تانية. طب تعالى نعمل كليك يمين ونيجي عند نيو ونعمل فولدر. بص كده عملت فولدر اهو، نيو فولدر، وضغطت كليك يمين. ظهر معايا ايه؟ اندو نيو. انا عملت حاجه جديده، انت عملت نيو فولدر. طب لو ضغطت عليها ايه اللي هيحصل؟ هيرجعني عن الخطوه اللي انا عملتها. دي الفكرة ببساطة بتاعت الأمر. موضوع سهل جدا وبسيط. باختصار الأمر ده لما بتعمل عليه بيرجعك عن آخر خطوة أنت عملتها. مسحت حاجة وضغطت عليه بيبدأ يرجع لك الملف. عملت ملف جديد وعايز ترجع عن الخطوة دي، بتضغط عليه بيبدأ يرجع لك عن الخطوة. اختصاره إيه؟ كنترول وزد. نيجي بقى لخطوة تانية مهمة وهتفيدك جدا. تعالى كده نفتح الملف زي ما احنا شايفينه كده، فيه إيه؟ الملف ده. ومثلا ممكن ناخد نسخة من الملف ده كده كوبي، ونيجي هنا نعمل بيست. وناخد مثلا نسخة من ده كمان، كليك يمين كوبي ونعمل هنا ايه؟ بيست. نفس الكلام ممكن ناخد برضو ده معاهم، كليك يمين كوبي ونعمل بيست. انا بقى عندي ملف زي ده كده او فولدر مليان ملفات وحجمه كبير، محتاج ان انا اقلل حجمه شويه. لو انا هبعته في ميل او هبعته على الواتس هبعته لاي حد، فانا محتاج لو مثلا هو 10 ميجا مثلا، ممكن نخليه 7، ممكن نخليه 8 على حسب الملف. هعمل ايه؟ هفصل كده الفولدر ده وهاجي عند الفولدر بتاعي او الملف بتاعي، هضغط كليك يمين سند تو كومبريس اهي. بس كده هضغط عليها ضغطه، في دقيقه هتبص تلاقيه عمل لك شكل الملف ده ان هو اتضغط. خد بالك الشكل ده مختلف في الاجهزه كلها، ممكن تلاقيها شكل السوسته كده، ممكن تلاقيها شكل الكتاب، اللي هو مثلا شكل الكتاب ده. لو ضغطنا كليك يمين مثلا كده اهي شكل الكتاب ده زي ما احنا شايفين عادي مفيش مشكلة. ده او ده الاتنين واحد كده، انت قللت مساحته. طب انا عايز اعرف مساحة ده ومساحة ده. اضغط كليك يمين روبرتس، اخر اختيار خالص. بص كده هنا مساحة الملف الاصلي مثلا 1، السايز مش مكمل اصلا ميجا 99. طب تعالى اللي تحت ده، كليك يمين روبرتس او خصائص. بص كده ظهر معايا ايه؟ السايز بتاعه نزل شوية، لو خدت بالك هو نزل يعني حاجات بسيطة. طبعا ده بيقدر ان هو يضغط لك الملفات، كل ما كان حجم الملف كبير يبدأ ان هو يقلله لك علشان تقدر تستخدمه وتبعته لحد. طيب دلوقتي انا حد بعت لي الملف ومحتاج ان انا ايه؟ اخد الملفات اللي جوه. يعني سيبك من ده كده نمسحه، كليك يمين ونقول له ديليت. انا جالي الملف ده ومحتاج الملفات اللي جوه، هعمل ايه؟ في حاجتين، كليك يمين زي ما احنا شايفين وهضغط هنا كده واقف على السهم ده، يفتح معايا حاجتين، اكستراكت فايلز واكستراكت هير. طبعا ده اسمه ايه؟ استخراج او فك ضغط الملف. فلو دوست على فايل، لو جينا هنا مثلا خلينا نجرب هير، اضغط على هير بالشكل ده، هيبدا ان هو يخرج لك الملف زي ما احنا شايفين قدامنا كده اهو. خرج لك الملف وضغطت عليه فتح لي كل الملفات زي ما احنا شايفين كده. طب ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية ان انت لو جينا ضغطنا كليك يمين هيظهر معانا بقى ايه؟ فايلز. دي بتعمل ايه؟ دي بيعمل لي او بيستخرج لي الملف او بيفك الضغط ويحط لي الملف او الملفات بتاعتي جوه ملف تاني. تعال نضغط ونشوف ايه اللي هيحصل. اضغط عليها ضغطه كده وبعد كده تقول له اوكي. بص كده ظهر ايه؟ زي ما احنا شايفين عمل لي فايل احمد. لو دخلت جوه هلاقي فايل برضو اسمه احمد، فده بيحط لي الملفات جوه فايل تاني. اخر حاجه بقى ناخدها معانا، انا هنيجي نضغط كليك يمين كده ونختار بروبرتيز، هنشرحها برضو مرة تانية. ودي زي ما قلنا ان هنا بيظهر لك كل معلومات عن الفايل اللي انت ضغطت عليه، بروبرتيز يعني خصائص. تعالى كده هتلاقي اللوكيشن، هتلاقي السايز اللي هو حجم الملف ومكانه وواخد مساحة قد ايه واتعمل للساعة كام والاكسس دخل عليه الساعة كام. كل تفاصيل الملف هتلاقيها موجودة في الشاشة اللي احنا شايفينها قدامنا. وطبعا خدنا هيدن لو تفتكر في الحلقة اللي فاتت ازاي بنخفي الملف وقلنا الخطوات دي كلها. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عندك اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو وتشترك في القناة. والسلام عليكم.